السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي وحبيباتي الغاليات متتبعاتي الوفيات. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديالي في أحسن الأحوال بإذن الله تعالى. اليوم أخواتي جيتكم فيديو جديد، فيديو تطبيقي لهاد الرشمة البسيطة كما كتشوفوا معايا. إن شاء الله نطبقوها جميع في هذا الفيديو، ولكن قبل اللي مازال ما اشتركت في قناتي تشترك وتفعل الجرس باش دائما يوصلها الجديد. وايضا الى عجبكم الفيديو ما تنساوش حبيباتي ديروا لي لايك للتشجيع. إذا أخواتي على بركة الله إن شاء الله نبداو مع بعضياتنا تطبيق الرشمة. فبالنسبة للخيط أخواتي أنا درتو على 4 ديال الشعرات، 4 و4 هما 8 الشعرات. فبالنسبة لكم تقدروا ديروا 4 أو 5 أو حتى 6 ديال الشعرات على حسب واش بغيتو الطرز يجيكم خفيف أو عامر. فبالنسبة للرشمة أخواتي إن شاء الله غادي نخدم معكم الجزء اللي وريت لكم في أول الفيديو. بالنسبة للجزء الآخر إن شاء الله غادي نخليوه الفيديو اخر باش ما يجيكمش الفيديو طويل، يعني باش ما تملوش. ان شاء الله غادي نخدم معكم فقط هذا الجزء، وغادي نبدا معكم اخواتي من هذه الوريده اللي في الوسط. ان شاء الله نبداها معكم. فبالنسبه لهذه الرشمه هذه قلت نبداها معكم من الاول، حيت غالبا الفيديوهات اللي عندي في القناه خدمت نصف عاد كنكمل معكم، ولكن دابا قلت غادي نبداها معكم من الاول. ان شاء الله نتمنى تتابعوا معايا الفيديو الاخير باش تفهموا، خصوصا للمبتدئات. فاول حاجه اخواتي كنبداو الرشمه من الوسط، يعني ما كنبداوش من الطرف ديال الوريده، كل دوره كنبداها من الوسط. اولا غادي نربط الخيط ديالي، ومن بعد اخواتي نرجعوا نخدموا الوريده ديالنا او نطرزوا الوريده ديالنا. كيف ما قلت لكم دائما نحاولوا او من الاحسن نبداو الدوره من الوسط كما كتشوفوا، وغادي نجي نخدم دابا على الجهات بجوج تنكمل الدوره ديالي، وكذلك غنمشي للدوره الاخرى. كما قلت لكم بالنسبه للغرز اخواتي نحاولوا ما امكن نديروا غرزه حدا غرزه، وبالنسبه الغرزه ما غاديش نوصلوهم كاملين الدوره التحتانيه، هذيك الدائره اللي عندنا في الوسط ما غاديش نوصلوا كاملين الغرز. الا كتلاحظوا معايا يعني انا راني طلعت شويه الغرزه، يعني الغرزه الاولى درتها حتى للدوره، اما الغرز اللي حداها درتهم شويه طالعين. المهم انتم اخواتي غادي نشرح لكم بالنسبه المسافه اللي عندي الفوق ماشي نفسها المسافه اللي عندي لتحت، باش ما تجيليش الدوره كل وحده خارجه على الدوره الاخرى، باش يجيو لي مقادين وتجي لي الوريده ديالي يعني مقاده في الوسط، ما تجيش كل دوره يعني مايله للجهه الاخرى. فبالنسبه كيف ما قلت لكم الغرز نحاولوا ما امكن نجيبوهم يعني ما نخليوش فراغات بين الغرز. غرزه كنوصلوها للدوره، غرزه كنحاولوا نخليوها شويه الفوق كما راكم كتلاحظوا معايا. يعني غادي ننزل الابره ديالي هنايا، وغادي نجي الغرزه اللي موراها نوصلها حتى للدوره، باش هكا يعني كيف ما قلت لكم الا كلهم كنوصلوهم للدوره الصغيره غيجي لي المسافه كبيره، ما غاديش يقد ليا المسافه بين غندير الوريدات الاخرين. نتمنى ان الشرح يكون واضح اخواتي. المهم هذا الفيديو غادي يشرح اكثر، فانا فقط كنحاول نوصل فكره خصوصا للمبتدئات، حيت الطريقه هذه معتمده عندي وكتجي لي الوريده ما شاء الله مقاده بحال مخدومه ديال بحال مخدومه ديال الماكينه، ولكن هي كتجي باليد، ولكن هذه فقط تقنيه يعني ماشي بزاف الناس عارفينها. نتمنى انكم تستافدوا منها اخواتي. فكيف ما قلت لكم بنفس الطريقه غرزه كنوصلوها للدوره، وغرزه كنخليوها الفوق، وكنستمر وكنحاول ما امكن نتمشى على حسب الرشمه ديالي، يعني ونحاول نقاد الرشمه ديالي الا كانت عوجه او شي حاجه. مهم دائما نخلي الرشمه لداخل ونخدم على برا، باش هكا نحاول ما امكن ما نخليش الطراس ديال الستيلو او الرشمه يبان ليا بزاف. فبنفس الطريقه اخواتي وانا كننزل يعني كنقصر في المسافه باش هكا تجيلي الشكل ديال الدوره ديال كل وريده. فاخواتي نتمنى ان الفيديو يعجبكم وتستمروا تشاهدوه للاخير باش تستافدوا اكثر. انا غادي نخليكم مع تتمه الفيديو، وان شاء الله نتلاقاو باش نخدموا دوره اخرى ان شاء الله.
فمن بعد ما كملنا اخواتي من طرز هاد الدورة هذه ننتقلوا للدورة الثانية باش نخدمها معكم ان شاء الله وترسخ عندكم الفكرة اكثر واكثر اخواتي. فكيف ما قلت لكم غادي نحاولوا نقسموا هاد الدورة او هاد الوريضة نقسموها على جوج بهاد الطريقة باش تشكل عندنا النصف ديال الوريضة ونخدموا على الجهات بجوج. يعني هاد الشيء بحال كيسهل علينا نخدموا الدورة. كيف ما قلت لكم دائما غادي نحاولوا نخدموا الغرز غرزة واحدة غرزة، ودائما الغرز ما نوصلوهمش كاملين للدورة التحتانية، نحاولوا ما امكن غرزة نوصلوها وغرزة نخليوها او ننزلوها شوية من الفوق. يعني بنفس الطريقة اخواتي انا غادي نكمل الدورة ديالي وباقي الدورات ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الوريضة وندوزو نخدموا الوريقات وكذلك هذوك العريشات ان شاء الله. والان اخواتي من بعد ما كملت من طرز ديال الوريضه ديالي كامله ننتقلوا باش نخدموا الوريقات اخواتي. فبالنسبه للخيط درتو على 4 شعرات ولكن هاد المره برمتو كما كتشوفوا وان شاء الله نخدم معكم هاد الوريقات بطريقه الغرزه الفرنسيه. يعني كنبداو من الوسط ديال الورقه كما كتشوفوا كنطلعوا الابره ديالنا من بعد ما ربطنا الخيط. طبعا غادي نشدو بالاصبع الاخر ونحاولوا نلويو على الابره مره واحده بحال غرزه فرنسيه وكنعاولوا يعني كننزلوا الابره في الراس ديال الورقه وحنا شادين بيدينا. بالطريقه هذه فهي سهله، يعني على عكس الطرز العادي كنبداو من الفوق كننزلوا لتحت، هذه كنبداوها من التحت وكنطلعوا الفوق. يعني دابا غادي نحاول نخدم الجهه اليمنى او اليسرى وانا شاده بيديا الخيط. يعني نحاول ما امكن ما نطلقش الخيط حتى يدخل باش هكا ما يتربطش ليا قبل ما توصل او ما يوصل الخيط المكان ديالو. والجهه الاخرى كذلك مره نخدم الجهه اليمنى ومره الجهه اليسرى وانا كنربط الخيط او كنلوي الخيط على الابره فقط مره واحده وانا شاده يعني الخيط بيديا. كما كتشوفوا راه الفيديو كيوضح نفسه بنفسه. نتمنى ان الشرح يكون واضح اخواتي. وبنفس الطريقه دائما غنحاول نخدم على الجهات بجوج تنكمل الورقه او الوريضه ديالي كامله وهانتوما معايا اخواتي. والان حبيباتي من بعد ما كملنا من طرز هاد الورقات هادو دابا غادي ننتقلوا باش نخدموا هاد الخطوط هادو او هاد الغصينات هادو اخواتي بسلسله.
سلسله كنت سبق لي خدمتها في قناتي، مجموعه من السلاسل ديال الطرز، ولكن دابا ان شاء الله غادي نخدم معكم هذه يعني سهله وراقيه في نفس الوقت. فبالنسبه للخيط اخواتي دائما على 4 الشعرات، ولكن هاد المره ما برمتوش، فقط كنلويه هكا على الابره كما كتشوفوا بهذه الطريقه. كنلوي الابره حتى كنسرح مزيان الخيط ديالي باش هكا ما يتشنتفش ليا. فبالنسبه من بعد ما ربطت الخيط كندخل الابره يعني كندخل وكنعاود نرجعها في نفس البلاصه، كنبعد بمسافه تكون متوسطه يعني على حسب عينك ميزانك، وكنحاول ندخل الابره او هاد الفتحه هذه ديال الخيط كنحاول ندخلها في الابره عاد كنجبد. يعني هاد الطريقه سهله وزوينه في نفس الوقت، كما قلت لكم كتجي سلسله راقيه. كنعاود نرجع الابره في نفس البلاصه اللي دخلتها منها، وكان يعني كنعاود تاني نبعد بمسافه وكنجر الخيط ديالي بنفس الطريقه. كنحاول نرجع غير ما نجبدش الخيط بزاف باش ما يخرجش ليا. دائما كنخلي ديك الدوره او ديك الفتحه ديال الخيط هي اللي كندخل فيها الابره بنفس الطريقه اخواتي. نتمنى ان هذه السلسله تعجبكم. فكاينين كما قلت لكم في قناتي مجموعه، كنت خدمت معكم واحد الدرس فيه مجموعه من السلسله يعني السلاسل ديال الطرز. فبالنسبه لهذه انا كتجيني راقيه وكتجيني باينه احسن من السلسلات الاخرين العاديين. فبنفس الطريقه اخواتي دائما كنبعد بنفس المسافه وكندخل في الدوره ديال الخيط وكنعاود نرجع، يعني كنجبد وكنعاود نرجع لنفس الضربه، وكنستمروا اخواتي حتى كنكملوا يعني الغصن ديالنا او السلسله ديالنا كامله. وهانتوما ان شاء الله نتمنى تتابعوا الفيديو الاخير ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. إذا أخواتي وحبيباتي الغاليات، كانت هذه هي الرشمة اللي طبقناها مع بعضياتنا. هذا هو الشكل النهائي أخواتي ديال العريشات والوريقات وحتى الوريضة. نتمنى أن الفيديو يكون مفيد، تكونوا استفدتوا معنا. فاللي مازال ما درتش لايك أو إعجاب لهذا الفيديو خلي لي لايك للتشجيع، وأيضا خليوا لي تعليقكم واستفساراتكم، أي حاجة حطوها لي في التعليقات أخواتي. فكانت هذه هي الرشمة، إن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر باش نكمل لكم تتمة الرشمة بغرز جديدة. فاللي عندها شي اقتراح أخواتي تخليوه لي أسفل في التعليقات، إن شاء الله نطبق معكم. فكان هذا هو الفيديو اليوم أخواتي، إن شاء الله نتلاقاو في فرصة قادمة. خليتكم على خير وشكرا بزاف على التشجيع وعلى كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.